رسميا النادي الأهلي يبلغ قفشة بغلق ملف رحيله وبقائه حتى نهاية الموسم وتعديل عقده لإرضاء اللاعب ماليا. رسميا النادي الأهلي أغلق بشكل نهائي ملف رحيل قفشة في يناير، ولا يوجد أي مجال للتفريط فيه بقرار من السويسري مارسيل كولر أبلغ إدارة النادي الأهلي بحاجة الفريق لخدماته، وبالتالي لم يتم الرد على عرض الباطن السعودي، لأنه من الأساس زي ما قلنا لكم مفيش عرض رسمي اتقدم، فقط عرض شفهي من أحد الوكلاء والوسطاء، وبالتالي لا توجد رغبة الآن في رحيل قفشة من قبل النادي الأهلي. قفشة كان عاوز يمشي، ولكن اشترط أن يحدث ذلك مع وجود موافقة من النادي الأهلي، وفي ظل عدم موافقة النادي الأهلي بعد قرار كولر فأن قفشة الآن أصبح راضي، والنادي الأهلي قرر الدخول معه في مفاوضات من أجل تمديد وتعديل عقده من الناحية المالية.